حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما اجمل تلاوة القرآن الكريم وما اجمل الاستماع الى ايات احكم الحاكمية وما اجمل حفظ كتاب ارحم الراحمين. فداوموا دائما على تلاوة القرآن الكريم يأتي لكم شفيعا يوم العرض على احكم الحاكمين. وما اجمل ان تكون من الذاكرين لله سبحانه وتعالى وان تجعل لسانك عطر دائما بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. يتفضل مشكورا السيد صاحب الفضيلة الشيخ ايمن طنطاوي لهذه الكلمة العطرة المباركة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فقد قرأ فضيلة الشيخ سالم من أواخر سورة آل عمران وفاتحة سورة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وكما يعلم الصغير والكبير، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، ولكن ورثوا علما. من ناحية تركة الأنبياء العلم، ولما ترث العلم كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني القرآن أورثه الله لأمة اصطفاها، فنحن مصطفين على الأمم. يعني صفاء الأمم كلها ونقاوتها هي أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أن كتاب الله تعالى الذين يحملونه يكونون مصطفين من عند الله تعالى. يعني الشيخ اللي بيقرأ يكون من خيار القوم، ولكن هناك بعض الألفاظ يغفل عنها كثير من الناس. ازاي؟ يعني بنلاحظ فضيلة الشيخ القارئ لو معاه اي شيخ، يمكن تحدثت معاه كذا مرة عن النقطة دي، ملوش دعوة. في بعض القراء لو معاه كذا شيخ مش له دعوة باللي حواليه، له قراءته ثابتة. فذكرت تفسير قول الله تعالى عشان أنا تخصص تفسير، فدايما بنيجي نواحي القرآن الكريم. لما ربنا نزل سورة المزمل قال لنبيه ومصطفاه بعد أن قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. كأن ربنا بيؤمر نبيه ومصطفاه: قم من نومك، حوش الغطا اللي عليك، استيقظ بالليل وصلي لله. نصفه قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقرآن الكريم ثقيل على من يحمله. من أجل هذا الناس اللي كانوا يفهمون أصول اللغة في أي ناحية ذكرت الكلمة، حتى لو تحمل معاني عدة، يعني في صدر الإسلام كانت لو كلمة لها أكتر من معنى أي واحد منهم كان بيفهم الكلمة دي بتشيل معنى إيه وإيه وإيه وإيه. فكانوا لما كانوا يفهمون كل نواحي توضيحات الكلمة ومعانيها قالوا على القرآن ده سحر. ليه؟ بخوف الناس اللي بيفهموا إن هم يسمعوا القرآن وهم على عبادة الأصنام، لأنهم لو سمعوه وفهموه هيفهموه، ولو فهموه لاتبعوه.
وهم مش عايزين كده، فعشان كده قالوا عنه سحر. ناتي إلى ما قاله القارئ في أواخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. السورة اللي بعدها سورة النساء قال في مقدمتها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني ختم السورة بتقوى الله، فتح اللي بعدها بتقوى الله. وفي الآية الأولانية قال اتقوا ربكم، وفي خاتمتها قال اتقوا الله، يعني فيها أمرين بالتقوى. ولكن بعد أن نوحد الله ونصلي على رسول الله نذكر بمعنى الفرق بين ذكر كلمة الرب وكلمة الإله. أولها الرب هو المتكفل الرازق الكريم، يعني معناها زي ما بنقول رب الأسرة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كل صفات الكرم اللي ممكن يعاكسها الإمساك والشح. يعني لما يقول لك اتقي ربك ويديك أوامر بعدها نفذ عشان مش هجيب لك الفجر، دي في كلمة الرب. أما عندما يأتي اتقوا الله فمعناها نفذ عشان مش أنتجم منك وأحاسبك في الآخرة حسابا أكيدا وفي الدنيا مظنونا. يعني غالبا لما تأتي كلمة الرب يكون الحساب في الدنيا، وعشان كده جاء في مقدمة سورة النساء اتقوا ربكم، مش اجت اتقوا الله. وفي نفس الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. انت بتسأل وتقول يا الله عندما تذكر جبروت الإله بأنه خالق السماوات والأرض المتجبر المنتقم الجبار بكل صفات الجبروت التي لا يستطيع الوقوف أمامها مخلوق مهما كان. لما نذكر كما ذكرنا آنفا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن ثقيل. ممكن طفل صغير يكون حفظ القرآن، ولكن أما معانيه فلا يعيها إلا من اصطفاه الله، كما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولكنه قال فمنهم ظالم لنفسه الذي غلبت سيئاته على حسناته، ومنهم مقتصد اللي هو بيحاول، ولكن دي مراجحة دي بيحاول ان هو حسناته تغلب عشان مش يكون له حساب، ومنهم سابق بالخيرات نرجو من الله تعالى أن نكون منهم. فالله تعالى يذكرنا في خواتيم سورة آل عمران اصبروا. نرجو من الله تعالى أن يصبر كل مبتلى، وأن يصبر أهل الفقيد على مبتلاهم. من أراد أن ينصرف فلينصرف، اللي عايز يتوكل على الله الأمر مفتوح. هنكمل كمان 5 دقائق بس إن شاء الله. لما ربنا بيقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، احنا ذكرنا في بداية الكلمة ان القرآن وتوضيحات بعض آيات منه قولا ثقيلا، ولكن يخففه الله على من أراد. فنرجو من الله تعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه برحمته وهو أرحم الراحمين.
نأتي إلى خواتيم سورة آل عمران وبدايات سورة النساء في الأمر بالتقوى. التقوى كما عرفها الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. لما ذكرنا منذ لحظات أن القوم كانوا في صدر الإسلام يفهمون اللفظ من أول قولته، وإذا كان حمالا لمعان فهموها كلها. ليه قال الإمام علي الخوف من الجليل؟ ما قالش الخوف من الجبار، لم يذكر جبروت الله تعالى، ولكنه قال الخوف من الجليل، وقال العمل بالتنزيل أي بالقرآن، وقال عن النبي إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الخوف من الجليل أي المتجلي في كل شيء والقادر على كل شيء، فهو متجل، فخوفك منه مع ذكرك أنه جليل أي خوف على كل شيء تملكه. نتطرق إلى سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. صفات المؤمنين حيتضح منها كلمة الجليل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اللي خشع في صلاته، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. نوضح هذه الكلمات بسرعة، ولكن أرجو من الله أن تعيرون القلوب والأسماع دقيقتين بالضبط. قد أفلح المؤمنون، الفلاح هو الفوز بجنة عرضها السماء والأرض. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون. اللغو اللي هو الكلام الذي لا فائدة فيه. الخاشع في صلاته هو البعيد عن اللغو. كلما زاد لغو الشخص قل خشوعه في صلاته. يعني تجد الإنسان الذي أخذ حياته جد تجده خاشعا حينما يتحدث مع الله. أدم صادق في حديثه مع الناس تجده صادقا في حديثه مع الله تعالى. الذين هم قبلها قال في صلاتهم خاشعون، قبل ما يقول الزكاة قال عن اللغو معرضون، قال للزكاة فاعلون. نذكر بهذه المعاني ونختم بمشيئة الله. الزكاة فاعلون ليست قاصرة، أي واحد بيجي يتكلم باخدها إن الزكاة زكاة الأموال، ولكن ليست قاصرة على هذا، ولكن الزكاة صحتك عليها زكاة، عينيك عليها زكاة، إنها تنظر في كتاب الله، تتأمل في ملكوت الله. أذنك عليها زكاة، لابد أن تسمع لقرآن الله، مش اما تسمع أغاني تتمعن فيها، تسمع قرآن أو خطبة ملكش دعوة بالدور ده. فزكاة أذناك أن تسمع المواعظ وكتاب الله. زكاة يدك أن تساعد كل محتاج، وأن تقدم بما ضيعت عليه صحتك وقوتك في مساعدة الضعيف. زكاة رجلاك أن تمضي بها إلى طاعة الله، وأن تبتعد بها عن معاصي الله. زكاة لسانك أن تذكر بها الله وتحدث بها بكتاب الله وما قال رسول الله تعالى، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمر بمعروف تنهى عن منكر، وهذا من أفضل الأشياء، لأن الله تعالى قد قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كأننا أخرجنا من ظلام بأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.